معايا جت الحزينه تفرح ما لقتلهاش مطرح. استاذ جمال علام رئيس الاتحاد المصري لكره القدم، مساء الخير يا استاذ جمال. كده يا كابتن شبير، اخبارك ايه وكل سنه وانت طيب؟ وحشني، ازاي حضرتك؟ الحمد لله تمام يا كابتن شبير، الحمد لله. لسه جايين نفرح وقالوا جت موافقه من وزاره الدفاع على اقامه المباريات على الملاعب العسكريه، ما حصلش ولا ايه؟ لا دي الموافقه القديمه اللي هي من 3/9، فكان جاي صوره من الجواب منها يعني، لكن هم الناس فكروا ان هو الموافقه الحاليه جديده. هي دي الموافقه القديمه اللي كانت موجوده اساسا في يوم 3/9. يعني مفيش حاجه جديده يعني؟ لا 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 مفيش حاجه جديده كابتن. يعني احنا ندور على دوري تاني بقى ولا نعمل ايه؟ قول لي رايك ايه؟ لا ان شاء الله هندور على الدوري في مصر ان شاء الله يا كابتن شبير. هندور عليه في مصر. طيب يعني هل في اتصالات ولا الداخليه دلوقتي الاتصالات مقطوعه بقى؟ لا حاليا دلوقتي طبعا الاتصالات مقطوعه ومش هينفع فيها اتصالات دلوقتي غير لما احنا نشوف بس اليومين دول يعدوا على خير ان شاء الله. وترجع بس الهدوء للشارع المصري، وبعد كده نبتدي نخش على الكوره على الدوري المصري ان شاء الله. طيب الدكتور اسماعيل فايد نائب رئيس نادي سموحه قال انه هيعتصموا، انه احنا هنرفع قضيه على رئيس الحكومه او الحكومه لانه مصاريفهم وصلت 35 مليون جنيه. بيقول وهيرفع قضيه على اتحاد الكوره كمان، بيطلب منكم الامتناع عن القرار السلبي بعدم لعب البطوله، وانه هيعتصم هو مجموعه من مسؤولي الانديه لحين انطلاق المسابقه في 15 ديسمبر زي ما انت وعدت. والله يا كابتن شبير انا ما اقدرش اقول حاجه، هو طبعا حقه وحق الانديه كلها. لان طبعا احنا عارفين ان في مصاريف كتيره وفي التزامات عليهم كتيره وعليهم مطالبات من اللعيبه، والدوري انا شايف ان هو طبعا يعني تاجل ما فيه الكفايه مره واثنين وثلاثه. النهارده قاعدين مش عارفين هل في دوري ولا ما فيش. احنا القعده اللي قعدناها اللي هو مع رؤساء الانديه وده انا دعيت ليها علشان خاطر نوصل لحل نهائي نعرف اذا كان في دوري ولا ما فيش عشان ابلغ الانديه. النهارده الانديه متكبده مصاريف كتير طوال العام الحالي كله، بمدربين بلاعبين بعقود بكله، فاذا كان ما فيش كوره يبقى نقول لهم عشان حتى يخفوا النزيف اللي شغال عليها مصاريف يوميه عندهم. ويبتدوا بقى نخش في الصراعات بقى بين اللعيبه والنادي واللعيبه، والنادي طالب الالتزامات ويبعت للاتحاد وشكاوي بقى اللعيبه في الاتحاد والرد عليها، يعني هخش في قصه ثانيه. فاحنا قعدنا في الاجتماع اللي قعدنا فيه خلصنا فيه ان هو كله طبعا قال اللي عنده وقال مشاكله، وهم طلبوا حاجه واحده بس ان احنا يعني نمهل الداخليه او الدوله لغايه يوم 15/12 على اساس كحد اقصى لاقامه الدوري، ونقول لهم ان ده الميعاد اللي عندنا لغايه 15/11 وافقوا لنا 15/12 وافقوا لنا على اقامه الدوري. فده البند الاولاني. البند الثاني قالوا نختار وزاره الداخليه ووزاره الدفاع ووزاره الرياضه اللي هو البند اللي انت قريته حضرتك عندك. والحاجه الثالثه ان احنا نختار الو معاك يا استاذ جمال. الحاجه الثالثه ان احنا نختار سيد رئيس الجمهوريه الدكتور محمد مرسي باللي بيحصل. احنا عارفين ان سيد رئيس الجمهوريه طبعا مش هو يعني المفروض ان هو القرارات دي مش عنده، يعني ان احنا مش كل حاجه هنرجع فيها رئيس الجمهوريه، يعني المفروض تبقى قرارات داخليه، ولكن البعض قال ان هي قرارات سياديه فلا بد فيها نرجع للسيد رئيس الجمهوريه، وكتبنا البيان واحنا مستنيين بس الهدوء يتم بعد اليومين دول، وهنبعت جواباتنا للجهات الموضوعه، وبعد كده يبقى مطالبات بقى الانديه تطالب بحقوقها، تطالب بتعويضها من الدوله صرفت. وقالوا ان هو طبعا المصروفات دي كلها ممكن تتحط في بند اهدار مال عام، انت بتصرف في سنه بحالها وفي الاخر ما عملتش. الدوله ما عندهاش 2 مليون جنيه عشان تعمل مزلقان عشان تحمي الناس من الموت، هتدفع للانديه؟ ولا الاتحاد عنده. يعني الاتحاد هيجيب منين برضه يا كابتن؟ يعني ما هو والتعويضات مش مطلوبه من الاتحاد. مش عارف ألمح في كلامك كده انك بدأت تيأس من قصة عودة الدوري يعني. لا هو مش بدأت، انا بدأت ان انا يعني خلاص الضغوط زادت. فاحنا لازم كلنا نتكاتف ان نرجع الدوري. النهارده في دوريات بره انت عارف حضرتك في الامن بيبقى امن خاص. على فكرة عايز اقول لك ان الدوري في فلسطين رجع بعد بكره. وفي تونس رجع وفي تونس. لا بكلمك غزة يا فندم، غزة بالتحديد الدوري رجع بعد بكره. فانا مش عارف ليه الدوري عندنا مش شغال.
الحاجه الثانيه حتى لو كان في امن خاص والناس بتطالب بامن خاص برضه، انتوا ما عودتوناش النهارده على السنين اللي فاتت كلها ان احنا يبقى عندنا امن خاص، عشان النهارده طالبونا في يوم وليله تقولوا عايزين امن خاص. دي صعبه، والانديه هتجيب منين عشان تدفع للامن الخاص؟ نعم. يعني ما انت النهارده بتحط حاجات استحاله مثلا تتنفذ في اليومين دول. طيب انا وحضرتك وانت معايا، وانت رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، ومش معقول خبر ينزل على موقع الاتحاد من غير حتى ما تعرفه. للاسف الشديد وبكل اسف اقول لك انه على موقع الاتحاد جايبين صورة السيد العمري فاروق، وعلى راسي من فوق والله العظيم 3، بس ما اعرفش ايه العلاقة، لكن ما علينا. يعني انه الصورة للوزير، المفروض الصورة تبقى رئيس الاتحاد يا تبقى لشعار اتحاد الكورة، لكن قد يكون السيد العمري فاروق هو الاهم في الاتحاد الكرة من غير ما حضرتك تزعل يعني. والخبر بتاريخ 24/11 بيقول القوات المسلحة توافق على اقامة مباراة الدوري في ملاعبها، ومتن الخبر بيقول انه اكد عزمي مجاهد مدير الاعلام انه الجبلايه تلقت اليوم خطابا من وزارة الرياضة يفيد بتسلم الاخيره موافقه رسميه من قبل وزاره الدفاع على ان تستضيف الملاعب العسكريه كافه مباريات الدوري العام للموسم الجديد. انت حضرتك متاكد ان دي الموافقه القديمه اللي في 3/9؟ اللي معايا على الهاتف هو رئيس الاتحاد المصري لكره القدم. اللي حصل حضرتك ان انا طبعا كان في مكالمه النهارده مع سياده الوزير العمري فاروق بخصوص الموافقات هل تمت ولا لا، فهو قال انا عندي الموافقه القديمه هبعتها لك وشوفها، الموافقه القديمه على الملاعب. طبعا ممكن يكون عندي خطا في الموقع ان هو خدها على اساس دي موافقه النهارده ما قراهاش بالكامل. هرجع واشوف. لكن حضرتك متاكد ان دي الموافقه القديمه؟ القديمه، لا الموافقه بتاعه 3/9. هو لو قرا الجواب من فوق، هو المفروض لو حط الجواب كان هيلاقيه مكتوب 3/9. لا هو ما حطش الجواب، انا جايب لك الخبر يا فندم. انا جايب لك الخبر، صوره كبيره للسيد وزير الرياضه على موقع الاتحاد وعنوانه وزارة الدفاع توافق رسميا. حط لنا الصورة تاني، وزارة الدفاع توافق رسميا اهو على اقامة مباريات الدوري العام في ملعبها، والتاريخ 24/11. حاطط خبر مش حاطط الجواب يا استاذ جمال. لا طبعا انا هراجع الموقع دلوقتي، هراجع دلوقتي الموقع، هراجع الكابتن عزمي واشوف ازاي بينزل كده، وهنزل الخبر بالصح. طيب اسالك عن الجمعية العمومية، تم تأجيلها لغدا؟ تم تأجيلها اللي حضروا 33 نادي من اصل 214. بكره ان شاء الله. طبعا في ناس اللي هي كانت موجوده، احنا طبعا الحمد لله ان احنا نقلناهم للهدف هناك. انت على كابتن شوبير انت عارف مركز المنتخبات هناك ممكن يستقبل الناس دي كلها، وقابلناهم هناك. واتعملت ليهم كان استقبال على اساس الجمعيه العموميه تتم النهارده، فما تمتش. العدد اللي جه في منهم اللي هو اتاحنا لهم فرصه الاقامه والاعاشه في الهدف. في ناس انا شايفها من العريش وناس من الصعيد. نعم. طبعا فاتاحنا لهم الاقامه على اساس بكره ان شاء الله تكمل الجمعيه العموميه ويناقش الثلاث بنود اللي هم ايه هي بقى يا فندم البنود؟ ايه هي البنود؟ هم طالبين لجنه الطعون ولجنه الاستئناف والبث بتاع كاس مصر. طيب هل وصلتوا للنهائيات في الاسماء ولا لسه يا فندم؟ هو في اسماء كانت مطروحه. النهارده في ناس كانت موجوده بتطرح اسماء ثاني. فبكره ان شاء الله هيطرح الاسماء اللي هي اللي كانت مرشحه من قبل المجلس، والاسماء اللي هي الناس طرحتها والتعديلات. وفي الاخر انا فهمتهم النهارده ان في نهايه الاجتماع ان انتوا الحق ليكم الحق انكم تختاروا المجموعه، مش شرط اساس ان انا اللي بعته لك تختار. صحيح. طيب هم قالوا موافقين وهيعرضوا بكره وهيشوفوا في الاخر هيستقروا على الاسماء. طيب السؤال قصه المدير التنفيذي ومدير التسويق والشركه الراعيه، هل وصلتوا لاتفاق مع الشركه الراعيه الموجوده ولا وصلتوا لاتفاق ان هذه الشركه لن تكون موجوده؟ الشركه الراعيه اللي هي شركه انا اقول عمرو عفيفي كده مجازا يعني. عمرو عفيفي. هو المفروض هيبقى بكره ان شاء الله. كنا عاملين اليوم الاربع. يعني بدلنا الميعاد بكره عشان استغلنا وجودنا احنا كلنا في الهدف بكره، وهنناقشها بكره الموقف بتاعها النهائي، وان شاء الله ناخد فيها قرار بكره. طيب المدير التنفيذي ومدير التسويق. مدير التسويق اللي كانوا معرضين في 7 اسماء كلف بالملفات دي الكابتن خالد لطيف والكابتن سيف زاهر على اساس يعني يدرسوا الاوضاع اللي قدامهم ايه ويدونا تقرير بيها. فيوم 4/12 باذن الله هناخد فيها قرار. في التسويق ولا في التسويق والتنفيذي؟ التسويق والتنفيذي، لان هو اجتماع الدوري انت عارف حضرتك الاجتماع الدوري بيبقى كل شهر. طيب الشهر ده يوم 4/12. هل تعلم النهارده ان معظم المباريات ما اقيمتش في مجموعه الصعيد بسبب غياب الحكام؟ في مجموعه سوهاج ما بلغش المسؤول اللي هناك، ودلوقتي حولناهم للتحقيق عشان نعرف مين المتسبب فيها، لان
اللجنه الرئيسيه قالت ما حدش بلغنا، واللجنه اللي هناك قالت بلغنا. اللي هيبين مين فيهم هم ال5 انديه اللي ما لعبوش النهارده، لازم يتحولوا الموضوع بتاعهم للتحقيق. اذا كانت الخطا من لجنه الحكام يبقى هناخد فيها موقف، اذا كان خطا من لجنه المسابقات اللي موجوده او لجنه الحكام موجوده في المنطقه لازم ناخد فيها موقف. والشرقيه في ازمه، مدير الامن رفض ان نلعب المباريات وطلب نقلها الى ملاعب الجامعه وتاجلت هي الاخرى. ما دي قابلنا فيها حتى في القسم الثاني يا كابتن كبير، حكايه مدير الامن هو بيطالب بتغيير الملاعب. قابلنا في بورسعيد وقابلنا في السويس وقابلنا وفي الشرقيه قبل كده، فهنعالجها برضو ونشوفها. ان احنا المهم اللي في الاخر ان احنا الدوري يتم، وهذا الاسبوع الثاني عدى من القسم الثاني، والاسبوع الاول النهارده الحمد لله برضو عدى، وان شاء الله برضو هنعالج له ويعدي برضو القسم الثالث لغايه ما نخلص القسمين كويسين، وان شاء الله نحاول كلنا مع بعض نرجع الدوري الممتاز ان شاء الله. هل تم الاتصال بالكابتن سمير زاهر اللي موجود الان للعلاج في لندن؟ انا رحت للكابتن سمير قبل ما يسافر، رحت زرته، لكن حاليا دلوقتي انا سمعت من ان هو عمل العمليه، اجرى العمليه النهارده. نعم. وان شاء الله بخير، وهنحاول نكلمه على طول بمجرد ما هو يبقى مؤهل للمحادثه يعني ان شاء الله. استاذ جمال علام رئيس الاتحاد المصري لكره القدم، اشكرك شكرا جزيلا.